السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل فيديو بسيط جدًا، هنعمل أكلة اقتصادية. بُصّوا يعني أنا هاقول لكم طريقتي فيها، بُصّوا حلوة جدًا، جدًا. طعمها بجد جميل وكمان هتعجبكم، هاقول لكم طريقتي فيها وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. فتعالوا بقى نشوف النهارده وصفتنا هنعملها إزاي ونشوف الطريقة هتعجبكم جدًا، جدًا إن شاء الله. تعالى نبدأ الفيديو ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونسمي الله ونبدأ وصفتنا النهارده. شايفين بقى شكل السبانخ عاملة إزاي؟ ما شاء الله. انتوا ممكن تخلوها تقيلة عن كده لو انتوا هتغمسوها بعيش، فأنا خليتها بس إيه زودتها شوية. يعني هنشوف الطريقة دلوقتي، تعالوا نشوفها ونشوف هنعملها إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كده هنجيب حلة نضيفها على النار، وكمان هضيف فيها شوية من الزيت، ومقطعة بصلاية بالسكينة مش هنبشرها، تمام؟ زي ما قُلت لكم قبل كده، في أكلات بنحتاج فيها البصل مبشور وأكلات لأ. فهنا الوصفة النهارده بتاعة السبانخ مش هنحتاج البصل مبشور بالمبشرة. هنعوز كده ولا في الكبة ولا أي حاجة، هنقطعه بس بالسكينة كده على البلانشة أو على إيدينا ويبقى كده تمام، البصل معايا جاهز. ضِفت بقى كده بصلاية تكون حلوة يعني مش صغيرة أوي، وسط كده، وقطعتها بالسكينة وضفتها أشوحها كويس جدًا في الزيت. طبعًا ما ضفتش التوم على طول، تمام. التوم هاضيفه بعد ما أشوح البصل كويس، أنا مش عايزة البصل ياخد لون. طبعًا كل واحد وطريقته وربنا يحسن ما بين إيديكم جميعًا يا رب. فأنا شوّحت البصل كويس لمّا دِبِل معايا جدًا، وبعد كده ضِفت عليه ييجي حوالي 4 فصوص من التوم كده، برضه فرمتهم كده بالسكينة على البلانشة، وبعد كده ضِفتهم شوّحت كويس لغاية ما شمّيت ريحة التوم، وبعد كده نزلت بالطماطم. عندِك عصير طماطم فريش ضيفي منه، عندِك طماطم أنتِ حاطاها مخزناها في الفريزر، اعملي منها زي ما تحبي اللي أنتِ عايزاه اشتغلي بيه. المهم هنضيف عصير طماطم، هنسيبها لمّا تتسبِّك وتبقى حلوة كده، وبعد كده هنضيف عليها التوابل. هنضيف التوابل شوية من الفلفل الأسود، شوية كمون، شوية كزبرة، شوية من البابريكا، ما فيش أكتر من كده، وهنضيف الملح. تمام كده. طبعًا النار هادية، أمّا الطماطم كل ده والنار هادية، أنا مش باحب أعلّي النار خالص على الأكل. معايا هنا بقى سبانخ مغسولة كويس جدًا، جدًا، ومتقطّعة ناعم، وكمان معاها ربطة من الكزبرة الخضرا، ربطة تكون حلوة كده، مش صغيّرة يعني ربطة كبيرة حلوة كده، ومتقطّعة برضه مع السبانخ. يعني يبقى أنا قطّعت هنا السبانخ اتغسلت كويس جدًا، وسِبتها في مصفى، وبعد كده قطّعتها دلوقتي هنضيفها بقى على الطماطم، لحد كده تمام. ما تغسليش السبانخ بعد ما تقطّعيها، لإن كده بتفقدي القيمة الغذائية اللي فيها، فما تضيفيش السبانخ، ما تقطّعيهاش قبل ما تتغسل، تتغسل الأول وبعد كده تتقطّع. معايا هنا بقى شوية من الفول اللي هو المفصص اللي إحنا بنعمل منه الطعمية ده، يعني حوالي 3 معالق كده، 3 معالق كبار. ممكن تضيفي بدل الفول رُز، ممكن تضيفي بدل الرز والفول تضيفي لسان عصفور. ممكن تضيفي قطع لحمة مسلوقة، ممكن تضيفي قطع فراخ مسلوقة، زي ما أنتِ حابة ضيفي. طبعًا أنا عملت بالموجود عندي، عملت بيه. أنا جايبة ب5 جنيه فول كده، ما خدتهوش كمان كلّه، يعني خدت كمان حبّة صغيّرين منّه والباقي موجود عندي أهو، تمام. فخلاص كده هاسيبها أغطّي عليها واسيبها لمّا يعني تدبل شوية كده. فهي طبعًا الكمية اللي أنتم شفتوها ديّة هترسى دلوقتي خالص، هتدبل وتنزل خالص تبقى حبّة شوية قد كده في الحلة، تمام. فكل شوية بقى هاقلّبها واخد بالي منها كده، وطبعًا النار هادية، ما تعلّيش النار خالص على السبانخ علشان تستوي معاكِ وتبقى طعمها حلو وتبقى فيها صوص كده جميل تعرفي تاكلي منها وما تتحرقش منِّك. أهم حاجة النار تبقى هادية على الأكل اللي أنتِ بتعمليه علشان الأكل يبقى معاكِ جميل وطالع من تحت إيدِك زي الفل. بُصّوا بقى هنا أنا هاضيف حوالي كوباية مَيّة. أنا غليت كده شوية مَيّة، هاضيف حوالي كوباية. أنتِ ممكن لو عندِك شوربة، عندِك مرقة فراخ أو لحمة ضيفي منها. لكن أنا بصراحة ما عنديش، ف سخّنت كده حوالي كوباية مَيّة وضفتها على السبانخ عشان عايزة فيها صوص شوية،
علشان الولاد هياكلوا جنب منها شوية رز، يعني هاعمل شوية رز واللي عايز ياكل بعيش ياكل واللي عايز ياكل برز ياكل. ودي السبانخ بقى بعد ما استوت، شايفين شكلها ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا، هتعجبكم جربوها وجربوا الطريقة ديّة، طعمها حلو أوي، مش محتاجة جنبها والله العظيم أي حاجة. أنا كنت عاملة معاها بطاطس وعاملة معاها شوية رز وكمان عيش وعملت شوية سلطة. إن شاء الله هانزّل لكم الفيديو بقى كامل، أنا حبيت أعمل لكم بس الفيديو بتاع السبانخ لوحده، وأعمل لكم الأكلة على بعضها معاها البطاطس والرز وكل حاجة والسلطة في فيديو تاني، عشان اللي عايز طريقة السبانخ يخش على الفيديو على طول، ما يقعدش بقى يتوه منه وكده. ودي شكل السبانخ بعد ما خلصت ما شاء الله حلوة أوي زي ما أنتم شايفين كده. تجربوا الوصفة إن شاء الله وتعجبكم. ويا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم وتجربوها، ويا رب ربنا يحسن ما بين إيديكم جميعًا يا رب، وأشوفكم إن شاء الله على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.